دفعت فلوس وعملت إعلان علشان تطور منتج جديد؟ السؤال، استثمارك ده رجع لك إيه؟ العائد على الاستثمار أو ال ROI هو ببساطة طريقة تحسب بيها إذا كان الفلوس اللي صرفتها على حاجة معينة رجعت لك بفايدة ولا لا. المعادلة سهلة وبسيطة. العائد على الاستثمار بيساوي مبيعات ناقص التكلفة على التكلفة. يعني لو صرفت 10,000 جنيه على حملة إعلانية والحملة دي جابت لك مبيعات ب 15,000 جنيه يبقى الربح 5,000. تعالى بقى نحسب ال ROI. هنقول 15,000 ناقص 10 على ال 10,000 بيساوي 50%. يعني انت كسبت 50%، وده معناه انك كسبت نص اللي صرفته كفايدة. ولو ما فهمتش من المثال ده تعالى اقول لك مثال ابسط. تخيل معايا عندك كشك قهوة، عملت اعلان على السوشيال ميديا ب 500 جنيه والاعلان ده جاب لك مبيعات ب 1000 جنيه. يبقى كده ال ROI بتاعك بيساوي ال 1000 جنيه ناقص ال 500 على ال 500 بتساوي 1. يعني 100%. أي حاجة بتصرف عليها فلوس لازم تعرف رجعت لك كام، وده اللي بيخلي ال ROI من أهم أدوات تقييم النجاح. ولو حسيت إنك استفدت ما توقفش الاستفادة عندك، واعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.